ربنا في الكون بتقول اللي احنا شفناها وربنا اتكلم عنها كتير في القرآن والنبي في السنة عليه الصلاة والسلام، ان ربنا بيكافئ اللي بيسعى. لكن ساعات المكافأة بتيجي من نفس الاتجاه، انا بخبط على الباب ده وربنا هيكافئني منه. وساعات المكافأة بتيجي من اتجاه تاني بس يقينا هيكافئك، لانه قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فأنت أيها البصير بلا شتات على وجه اليقين، يقينا ربنا هيكرمك. لكن لو سمحت ما تقعدش تكسر في مقاديف قلبك لما تسعى في حاجة وما تجيش، ما دام سعيت صح، استشرت أهل الخبرة وخدت بالأسباب ودعيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. الروتين النهاردة بصوا لقطات كده أخيرة من كل حاجة، بس عايزة اقول لكم ان انا تعبت جدا في الفيديو ده، وهشجعكم برضو من خلال الفيديو. اللي بيدخل القناة يا ريت يا ريت لو هو مش مفعل الجرس على الكل يفعله على الكل عشان يعني الإشعارات توصل لكل الناس. تمام. عندك كده كلمة اشتراك بالأحمر، اضغطي عليها هيطلع لك كلمة 3 اختيارات. فعليها على الكل لو حبيت القناة وحابة ان انت تتفرجي عليا وتتابعي الفيديوهات بتاعتي علشان الفيديوهات توصل لك. تمام. بصوا بقى انا عملت ايه النهارده. كان في غسيل، وكان في غسيل السجاد زي ما انتم شايفين كده، مش سجاد قوي يعني، هي سجادة المطبخ بس. طبعا عشان هي بتتبهدل اكتر حاجة، فايه دايما بتتغسل اكتر واحدة يعني. وكمان هنعمل محشي وهنعمل حاجات كتير قوي في الفيديو. وعايزه اقول لكم الفيديوهات ان شاء الله اللي هتنزل بعد ده هتبقى مشجعه بقى من الدرجه الاولى، هتبقى تنظيفات عميقه قوي لقلب المطبخ بقى وحاجات حلوه قوي. تابعوا كده الفيديوهات معايا وان شاء الله تعجبكم. تمام. فبدايه الفيديو كده صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وادعوا الامي والحمايه والاموات المسلمين بالرحمه والمغفره، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين، هم وامواتكم واموات المسلمين اجمعين. عايزه اقول لكم ان انا كنت مخمره السجاده دي او نقعاها قبلها، يعني مثلا نقوله ب3 ساعات. ماشي. اول حاجه حطيت عليها ميه وسبتها ماشي علشان تسهل معايا الغسيل لما اجي اغسلها. وبعد كده جيت حطيت عليها الاوكسي وبالفرشه يعني ايه دعكتها، وما شاء الله كانت زي الفل. تعالوا بقى نعمل اللحمه، وطريقه اللحمه بتبقى مختلفه عن عن الفراخ. يعني اللحمه لازم نعمل الاول لو هتسلقيها يعني لازم الميه دي تسخن قوي، وبعد كده ايه ننزل فيها باللحمه. تمام. وبعد كده بعد بقى نسيبها مثلا حوالي نص ساعه كده، الميه اللحمه مع بعض يعني مع في الميه، تنزل عليها بقى بالبصل، عايزه تحطي جزر، عايزه تحطي فلفل، اللي انت عايزه تحطيه. لان في ناس بتعملها ببصل وورق لوري وفلفل اسود وبس وملح يعني. وفي ناس تانية زي انا بحط عليها جزر وطماطم وفلفل وكده عادي. طبعا عملنا محشي. وعايزه اقول لكم بقى الخطوات كانت كتير قوي، بس بما اننا في الجو الحر ده ومش قادرين بصراحه ان احنا ايه ان انا اصور كتير، فبضطر ان انا اجيب لكم الايه الحاجات او الخطوات النهائيه بس. ده بقى الهدوم. يعني بصوا انا كنت بغسل في نفس الوقت اللي كنت بغسل فيه دي الهدوم اللي كانت على الحبل من الغسيل اللي قبله. طبعا كنت جبتها وحطيتها في الاوضه التانية، فقلت طبعا ايه اجيبها كده واتشجع، وبرده مش هطبقها معاكم، هطبقها كده مع نفسي بس. ايه عايزه اقول لكم وعايزه اوريكم ان انا بخلص شغل البيت رغم الجو الحر اللي احنا فيه ده. بس بقوم كده وبستعين بالله، وانت كمان كده استعيني بالله وربنا يعينك ان شاء الله. طبعا جينا بالليل ماشي، كانوا عايزين ياكلوا ده لبن. تمام. لبن جاموسي، انا كنت واقفه بغليه. اللهم صل على سيدنا محمد. بقولك يعني وقت ما تكوني بتعملي اللبن ده ما ينفعش تسيبيه وتمشي خالص، خصوصا لو هو في الفترة الأخيرة. ليه بقى؟ ممكن انت يا دوب تتحركي كده تلاقيه هو بسرعة بدأ يغلي منك ويقوم ايه يكب على البوتاجاز. هو أول ما بيعلى كده يعني هو كده بدأ يفور، تقوم انت ايه قافلة البوتاجاز عليه على طول. ماشي. تمام. هنا بقى الغسيل كان شغال، وانا عملت لهم باللبن ده فت رقاق. عارفينه ولا لا؟ حاجة بتبقى شبه ام علي كده، بس ام علي طبعا بيبقى فيها ايه شويه زيادات، يعني ممكن تحطي ايه جوز هند. تعملي يعني هي اصلا بتبقى وفي ناس اصلا بتشتريها جاهزه يعني، بتشتري ام علي جاهزه، اللي هو مش قصدي ان انت بتشتريه من محل، لا، بتشتريه اللي هو بيبقى زي اكياس البسبوسه والحاجات ديت، وبعد كده هم يعملوه ويكملوه مثلا لبن في البيت وكده. فهو كان حلو جدا. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. خلصت انا كده طبعا ايه عملت لهم ده. انا هعمل اندومي انا يعني بصوا الام التافهه هو انا.
وبعدين ايه شلت المفارش دي من على الركنه اللي هي كانت البني دي، وهبدا طبعا احطها في الغسيل. وشلت برضو مفارش اوضه الاطفال، بس لسه هعمل اوضه الاطفال معاكم يعني، لسه ما عملتهاش. وهبدا بقى اعمل غسيل. وطبعا نشرت الغسيل ده ما شاء الله. وده اصلا كان الفيديو ده بتاع امبارح، ماشي مش النهارده. انا بسجل لكم الفيديو ده النهارده الصبح. يلا بقى حطوا لايك كده وشجعوني. ولو وصلتوا معايا النهارده، الفيديو اصلا قصير جدا، 8 دقايق مش كتير يعني. بس عايزه اقول لكم ان هو اخد مني انا بقى طول اليوم يعني. بصوا بقى، اما طول اليوم بقى متخيلين يعني بنعمل بقى محشي، بنغسل هدوم، بنغسل سجاد. ورغم طبعا والله كنت تعبانه وكده يعني. بصوا الفيديو ده بتاع اول امبارح، امبارح ده انا ما اتحركتش فيه اصلا. اللي هو تعبانه ومش قادره اقوم في الحر كده، مفرهده بصراحه. فالحمد لله رب العالمين يعني، يوم بيعدي كده ويوم بيعدي كده وماشيه يعني. المهم ان احنا بنقوم وبنعمل وبنشوف شغل بيتنا، وربنا يعيننا ويقوينا اللهم امين. هنا السجاده دي يا جماعه زي ما كنت قلت لكم ان انا كنت مخمرها الاول يعني. انا نقعتها حوالي كام ساعه كده، علشان مثلا دي بتبقى في المطبخ، فلو فيها مثلا وقع عليها مثلا رز غصب عني، واحده لزقت فيها، وقع عليها اي حاجه، طبعا الميه هتخليها طبعا ايه، تطلع معايا بكل سهوله. يلا كده يا جماعه استغلوا الايام اللي احنا فيها. انا عماله اقول لكم استغلوا الايام اللي احنا فيها، وبذكركم وبذكر نفسي برضو، علشان الايام كده قربت تخلص وتعدي بسرعه. انتوا متخيلين النهارده يعني، اللهم صل على سيدنا محمد، قدامنا مثلا يوم عرفه ده هيبقى يوم السبت، ماشي. فاحنا قدامنا حوالي، احنا النهارده التلات، يبقى معانا اربع وخميس والجمعه، بس 3 ايام وعلى يوم عرفه. فعايز اقول لكم الايام بتجري بسرعه جدا. الشاطر اللي بيستغلها والله العظيم بيستغلها، بس بيستغلها بمعنى الكلمة. احنا عمالين نضيع يعني وقت كتير فيها في التنظيف والحاجات دي. يعني احنا شعب غريب برضو والله. الايام دي ايام عبادة، حتى بنيجي برضو نستغل ال10 ايام الاواخر